أنت تحب شخصين في كرة القدم، تحب كثير ناس يعني في حياتك، ما شاء الله قلبك يعني مليء بالحب للكثير، لكن تحب ميسي بشكل خاص وتحب جوارديولا بشكل خاص كذلك. وجوارديولا موسم ماضي كان موسما للنسيان، لكن جوارديولا شعرنا بأنه تغير كثيرا كمدرب، كأفكار، كإنسان، كشخص، وأيضا كتصريحات. في الفترة الأخيرة أصبح قلبه مفتوحا أكثر للإعلام، الحديث في شجون، في مشاعر، وحديث عن كلوب وليفربول كان حديثا خاصا. عشان كده جاب مساعده. أنا نفتقد كلوب بس جاب مساعد كلوب. فهو بص الاثنين دول يا محمد، ميسي وجوارديولا لهم فضل كبير قوي على كرة القدم. جوارديولا يفهمك كرة القدم، تستمتع بمشاهدات فرقه، لان بتلعب كوره بس في نفس الوقت يفهم اللاعبين. انا في اخر يومين شفت التصريحات اللعيبه اللي لعبوا تحت ايدين جوارديولا، كل لعيب ليه لعب تحت جوارديولا كان له بصمه ليه. يقول لك هو في مدربين يخلوك تلعب اللعبه، ده يخليك تلعب وتفهم. وده اليوم كل متصدرين الدوريات الأوروبية عملوا مع جوارديولا. يا كابتن ده خلص كل حاجة في الدوري الإنجليزي، خلص كل الأرقام القياسية ما عدا رقم مستر أرسنال وهو فوز بدون هزيمة. أي فكل حاجة. فالنهاردة المباراة الألف ليه في مسيرة تدريبية يا كابتن محمد 18 موسم، 40 لقب، يعني بمعدل كل 25 مباراة بطولة، نسبة الفوز 71%، يخش أعلى كليات. ده 715 فوز من 999 مباراة، رقم مذهل. ايوه. فالصراحه في كل فتره من فتراته تلاقي تغير وتاقلم وحاجه جديده، فده ملهم للاعبين وملهم للمدربين. بس احسن فتره ليا بالنسبه لي هو فتره برشلونه. برشلونه شفنا الكره اللي ما شفناهاش حتى الان. ففي كل فتره من الفترات يقدم لك الجديد، الظاهرين يخشوا في عمق الملعب، المهاجم الوهمي، الجناحين يقطعوا، اللعب الاستحواذ، الكرة السريعة، الضغط واسترجاع الكرة بسرعة، لاعب الارتكاز يتحول إلى خط دفاع، لاعب خط دفاع يتحول إلى ارتكاز، حارس المرمى بيبدأ لعب. فالراجل له فضل كبير قوي. هو حارس المرمى خلاص ما يبداش لعب، يصد كور، مش لازم يكون كويس بالكور. انا عاوز لما افتكر الكرة الحلوة كابتن محمد ارجع لماتشات برشلونة مع جوارديولا واتفرج على ملخصات لميسي. النهارده بعد الفجر ميسي جاب عمل كوبريين يا جدعان وسجل جول ايه ولا حاجات مميزه. فنيجي بقى الفتره بتاعت جوارديولا مع نتائج الفريقين كابتن، في تذبذب كبير كان على مستوى النتائج. الاثنين خسروا يا كابتن محمد بعد اول 10 جولات، واحد خسر 4 وواحد خسر 3. وموسم سيء لجوارديولا الموسم اللي فات، وانا في مرحله، الاثنين في مرحله شك على فكره. الاثنين مدربين في مرحله شك، وازاي فرقهم عاوزه تلعب. انا نتائج جوارديولا اتحسنت هذا الموسم محمد، بس انا باحساسي ان فرق هو بس مش لاحظ كابتن سيتي تذبذب، فوز تعادل خساره، فوز تعادل خساره، لكن ليفربول فوز 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 ثم خساره خساره خساره. ايوه الاثنين زي ما قلت لك تعرضوا للخسائر وتذبذب في المستوى ولها اسبابه، انما اركز بس مع جوارديولا محمد لانه الموسم اللي فات كان موسم صعب ليه. موسم صعب، عدم نجاح. فالموسم ده هو بدايته كويسه، انما في فكره مش زي الفرق اللي هو عايز يلعب بيها او اسلوب اللعب اللي هو مقتنع بيه. النهارده اللي تمسك هالاند مفيش ناحيه هجوميه ثانيه متنوعه. الماتشين اللي هالاند ما سجلش فيهم خسروا، استون فيلا، توتنهام. فانا اشوف النهارده الامور لسه في مرحله شك ومحتاج يكسب ماتش كبير، ما عدا ماتش نابولي في ماتش دوري الابطال، ما كسبش ماتشات كبيره سواء في الدوري او في دوري الابطال. ما الذي تغير بين جوارديولا السيتي وجوارديولا السيتي في الثلاث سنوات الماضيه والموسم الحالي، وبين ليفربول كلوب وليفربول سلوت محمد؟ نبدا بجوارديولا. هذا الموسم نسب الاستحواذ اقل، اللعب المباشر باختياره لحتى الان مش متاكد لان انا متابع المؤتمرات الصحفيه بتاعته. النهارده نسب الاستحواذ بتاعته خسرها في ماتشين ارسنال وبورموس. شفنا في ماتش ارسنال بيلعب لو بلوك، شفنا اللعب المباشر كتير، شفنا الهجمات المرتده الكتيره. بس في جدل، البعض يقول لك بسبب العناصر هذه اضطر للعب بهذا الاسلوب، والبعض يقول لك لا هو غير فكره. اديني 5 ماتشات كمان يا كابتن محمد واكون لك فكره او راي. هقول لك انا رايي ايه. شو معدل الاستحواذ؟ ليفربول 62% متوسط، ايوه السيتي 57. فنيجي عند نسب الاستحواذ يا كابتن محمد 57 ده 62 ماشي، والشباك النظيفه ده 4 وده 3. بس هذا في مرمى 8 وهذا في مرمى 14 يعني دفاع السيتي افضل. فالاثنين لا، والاثنين بيعانوا من النواحي الدفاعيه. الاثنين بيعاني من النواحي الدفاعيه، الاثنين مدربين بيعانوا الان
ان الفرق تضغطهم عالي. بس في فرق كابتن، السيتي 8 أهداف من 10 مباريات، ليفربول 14 هدف من 10 مباريات، الأهداف المقبولة. أيوة ماشي، ما انا بقول لك الاثنين بيعانوا على المستوى الدفاعي وعلى مستوى السيطرة في نص الملعب وعلى مستوى الشكل بتاع فرقتهم في الضغط العالي، والاثنين بيعانوا في عملية الكور الطويلة والكرة الثانية، الاثنين بيعانوا في الكرات الثابتة، الاثنين بيعاني لما الفرق بتاعه الخصوم او المنافسين يلعبوا عليهم ماتش بدني، في تشابه في نقاط الضعف. فالاثنين زي ما قلت لك في مرحله شك حتى الان. كلوب يعني سلوت مش زي كلوب زي ما قال الدكتور طارق، هو مش عارف بعد الصفقات الجديده يا كابتن محمد النص مليار مش عارف يلعب ازاي، مش عارف افضل تشكيله ليه. ربما مباراه ريال مدريد تقول له ان التشكيله اللي انت بدات بيها هي افضل تشكيله، عشان ما تقريبا لعب افضل مباراه في الموسم. عشان ما تجيبلوش صداع، في توازن، في رتم تحكم، في رتم كويس، ما فيش ثغرات في نص الملعب، فده التشكيله المثاليه في مباراه مرجعيه. جوارديولا زي ما قلت لك هو محتاج يكسب ماتش كبير، باستثناء ماتش نابولي في دوري الابطال هو ما كسبش حد كبير، فاهم؟ وماتش نابولي كان بيلعب 10 اتطرد، فربما اثر على شكل الفريق. انما زي ما قلت لك الفرقتين او الاثنين مدربين لم يصلوا الى المرحله الكامله او الفكره الكامله ان ازاي يلعبوا حتى الان. لقاء اذا منتظر، اصبح من لقاءات الديربي المنتظره في كل موسم في السنوات العشر الماضيه. كان هذا اللقاء حاسما مؤثرا بشكل كبير على مستوى لقب بريمير ليج، وتعرف اهميه احيانا بعض المواجهات المباشره، خاصه وانت خط واحده من اهم المباريات الكلاسيكيه، خاصه في لقاءات ارسنال يونايتد سابقا في البريمير ليج. فعلا نعم، هذه مباراة مهمة تاريخيا، ولكنني أعتقد بأن ربما موضوع الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم يجعل المباراة أكثر أهمية حتى نظرا لما يحدث في الدوري، لأنه خسروا 4 مباريات. ليفربول مانشستر سيتي خسر 3، لذا ربما خاسر اليوم سوف يواجه صعوبات بلا شك فيما تبقى وللفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز إذا ما أراد ذلك، لأن هذا يضع الضغط على الفريقين كبيرا جدا. مانشستر سيتي يبدو بأنه قد وجد طريق العودة ربما لمستواه المعهود. ليفربول في آخر مباراتين بدا جيدا مستقرا نوعا ما، وهزم ريال مدريد كذلك مؤخرا. لذا السؤال مطروح بالتأكيد، هذان فريقان يجب أن يحاولا مواصلة الحصول على النتائج الإيجابية إثر هذه المباراة، ولهذا أنا أؤمن أنه منذ بداية الموسم هذه أكبر مباراة حتى الآن. هي أكيد المباراة الأكبر رغم أن الصدارة لفريق أرسنال، لكن هذه المباراة جزء من أهميتها دكتور ليس فقط لأنها دائما ما كانت تشكل الفوز باللقب أو فارق النقطة اللي حسم أكثر مرة اللقب بين الفريقين، لكن أيضا لأنها ربما قد تكون واحدة من فرص قليلة ستأتي للفريقين للحاق بفريق أرسنال مع فرصة تعادل أرسنال بالأمس مع ساندرلاند. وما زال الطريق في بدايته، يعني لغاية الآن 10 جولات بكل تأكيد ما زالت الأمور متاحة بالنسبة لجميع الفرق للتنافس على البريمير ليج. قد تكون يمكن من المرات القليلة في قيادة جوارديولا أن يكون هذا التنافس ما بينه وبين ليفربول وهما ليس على الصدارة وليس قريبين أو متصدر أحد الفريقين، ويكون المطاردة المشهورة اللي كانت في المواسم الماضية ما بين جوارديولا وكلوب هو التغيير الذي حصل على ليفربول. نوعا ما أخرج لنا ليفربول بشكل مختلف، ليس هو ليفربول في المواسم السابقة مع كلوب. وأيضا التغييرات اللي حصلت في مانشستر سيتي ليس تغييرات فقط على مستوى اللاعبين، إنما أيضا على مستوى عقلية جوارديولا وإدارة أيضا فريق مانشستر سيتي. لكن بكل تأكيد الفرصة متاحة الآن بعد تعثر الأرسنال تقليص الفارق، لكن أيضا الكل قريب، وهذا شيء يعني يصب في مصلحة التنافسية في الدوري أن لا يبتعد الأرسنال بعيد. 4 نقاط إن فاز السيتي يصبح الفارق 5 نقاط إن فاز ليفربول دكتور. نعم، وشوف ترى من المركز العاشر للمركز الثاني 9 نقاط، 3 نقاط الفرق، يعني ما في أي فرق كبير، وهذا بكل تأكيد يضيف على الدوري الإنجليزي الإثارة والحماس وأيضا التنافسية الموجودة. 9 نقاط من العاشر الأول ما هي صعبة. لغاية الآن احنا في الجولة العاشرة وهذه الجولة 11 يلعبونها الآن، فبالتالي هناك ما زال من الوقت وما زال من العمل لكل فريق ينتظره في المرحلة القادمة. ولكن بكل تأكيد مباراة اليوم من المباريات التي لها مفترق طرق بالنسبة لليفربول وللسيتي قبل التوقف الدولي بالنسبة للفريقين. كل أتى من تعثر، كل أتى من فريق جديد بالنسبة للعناصر الموجودة، لكن بكل تأكيد مباراة منتظرة بالنسبة للفريقين. كان
حديث السيد غوارديولا عن تلك الحقبة، وفي أكثر مرة تكلم كثيرا عن يورغن كلوب. شاهد أيضا فيديو من يورغن كلوب موجه للسيد غوارديولا عن تلك الحقبة، ويقال كل مدرب في أحيان كثيرة يساهم في تطوير المدرب الآخر من تلك المنافسة. هي كانت حقبة جميلة للمشاهد وأيضا لنا احنا كمحللين. هي حركت فينا جميع ما نمتلكه من خبرة ونمتلكه من علم ونمتلكه من ممارسة في كرة القدم لقراءة أفكارهم وتحليل ما سوف يعمل كل مدرب لكيفية الفوز في البطولة. قبل المباراة يعني أنا كابتن محمد عاصرنا هذه المباراة كثير. دائما التحضير لها يكون مختلف، لأن الأفكار التي تطرح ما بين المدربين هي أفكار تحتاج إلى تدقيق، تحتاج إلى قراءة التفاصيل الموجودة في عملهم، وبالتالي هي ليس مباراة طبيعية كانت ما بين كلوب ما بين غوارديولا. الجميل ما بين الاثنين أن التبديلات والتعامل في المباراة هو تعامل رائع جدا ما بين أفكار مختلفة وأفكار حاضرة في الملعب. كانت كرة قدم جميلة، كرة قدم فيها الإثارة والندية والمنافسة. نعم يمكن كلوب حقق فقط دوري واحد من هذا الرجل، لكن يبقى أنه كان منافس شرس ومنافس رائع ومنافس حرك في غوارديولا كل أحاسيسه وأفكاره، وبالتالي هو من افتقد هذا الشيء في ما بتكلم في عالم كرة، لكن كل مجال لم يكن هناك لديك منافس في عملك لن تبدع، لأن المنافسة تخرج كل ما هو لديك. ودينا ليفربول مع كلوب حقق أعلى عدد من نقاط صاحب مركز ثاني في تاريخ البريمير ليج ولم يحقق الدوري. كان التنافس رائع جدا في هذاك الموسم، وبالتالي التنافس على العمل والتنافس في أفكار وفي عمل وفي إخراج كيفية تنفيذ هذه الأفكار على أرض الواقع هو يعطيك أفضل ما لدى المدرب، وهذا ما حصل في المواسم الماضية بالنسبة للتنافس. لذلك يمكن هذا الموسم هي حقبة جديدة لغوارديولا، حقبة جديدة لعمله، حقبة جديدة للأدوات الموجودة. لم يتبقى منها إلا القليل اللي حقق فيها الدوريات الأربعة المتتالية، وبالتالي هناك في عمل جديد بالنسبة لغوارديولا القادم من الأيام. وأيضا ليفربول سلوت ليس كلوب، سلوت مختلف. سلوت في هذا الموسم أتى بصفقات كثيرة لكي يظهر شخصيته مع العناصر الموجودة في فريق ليفربول.